معي أنه مواطن جزائري من تبسة يصرف 10 يورو من أجل أن يكلم المغاربية، كان بإمكانه أن يصرف 10 دينار، لأن المكالمة الهاتفية غالية. كان بإمكانه أن يصرف 10 دينار جزائري من أجل الاتصال بقناة جزائرية ويعبر عن رأيه بكل حرية. طيب أستاذ حفيظ، وأنا أقرأ الخبر، في الحقيقة لم يفاجئنا كثيرا هنا في المغاربية. هذه حملة بدأت لا أقول منذ أيام بل منذ شهور أو حتى منذ سنوات. الغريب في الأمر ما جاء في الخبر للجزائر بأن هذه القنوات تسيء للجزائر ورموزها بالتحامل والسب والقذف. أنت ضيفنا ونتشرف بذلك، هل وقفت على شيء من هذا السب والقدح والشتم للجزائر، للجزائريين، لنخبة الجزائر، لرموز الجزائر كما ورد في هذا الخبر؟ أنا أولا لا أسمح لنفسي بأن أتدخل في قناة سواء كانت جزائرية أو أجنبية أو صينية ومهما كانت. لا أسمح لنفسي بأن أتدخل في قناة تسب رموز الجزائر أو تسب الجزائر أو تقلل من قيمة الجزائر. هذه واحدة. ثانيا، أنا لم أسمع مواطنا جزائريا من المواطنين الذين ولا أنتم يعني مواطنا جزائريا من المواطنين العاديين أو من النخبة الجزائرية من شتم الجزائر ومن تجرأ على فعل ذلك. أنا أشهد بأنكم كنتم توقفونه في كل لحظة، سواء في هذا البرامج أو في برامج تفاعلية أخرى، وهذا من واجبكم وهذه المهنية بالدرجة الأولى. لا أسمح لنفسي بأن أتدخل في قناة مثل هذه، ولا أسمح لنفسي حتى بمتابعة قناة تسب الرئيس أو تسب نعم. رؤوس الجمهورية أو تسب وطن جزائري. السباب هو موجود من الداخل بطرق مختلفة، لأنه السباب والشتم والتقليل من شأن الجزائر ليس فقط في الكلام، قد يكون أيضا عندما لا تقوم بواجبك، عندما تحتقر الشعب، عندما تنهب أموال الشعب، عندما تسلب أيضا حقوقه، فهذا أيضا إساءة للجزائر والإساءة للجزائر. طيب نأتي إلى الخانة الأخرى التي دائما يوصف بها من يتحدثون من الخارج، حتى في البرامج التفاعلية هناك من يتصل ويقول لماذا هؤلاء يتكلمون من فرنسا وقطر وكندا وأمريكا عن الجزائر، ناسين بأن هؤلاء الجزائريون أيضا مثلهم مثل باقي المواطنين. لكن مع ذلك السلطة غذت مثل هذه الصفة، غذت مثل هذه الإشاعة من أن هؤلاء يقومون بنشر البلبلة ويريدون زعزعة الاستقرار. وهذا الذي جاء على لسان وزير الداخلية، إذا تذكر، نور الدين بدوي، منذ شهرين تقريبا، قال بأن هنالك من يسعى إلى زعزعة استقرار البلد. هل في رأيك أنت أستاذ حفيظ، وأنت متابع جيد وأحد ضيوفنا دائمين، هل أن المغاربة تساعد فعلا مثل ما قال الأخ الوزير معالي الوزير بأنها تسعى لزعزعة استقرار البلد؟ هي ممكن تسعى بطريقة غير مباشرة لزعزعة الجماعة ولزعزعة السلطة القائمة، هذا ممكن، لكن يجب أن نفرق بين الجماعة وبين السلطة وبين الدولة وبين الجزائر كذلك، لأن الجزائر فوق المغاربية وفوق العربية وفوق الجزائرية وفوق كل شيء يعني. فيجب أن نميز، هل نريد زعزعة فعلا الوطن والجزائر أم نريد زعزعة والتحريك السلطة والجماعة، ليس من أجل شيء ما، ولكن من أجل أن تخدم مصلحة هذا الوطن. دعني أقول لك كذلك، وهذه تجربة بالنسبة إلي، أنا أفتح لي منبر في التلفزيون الجزائري العمومي بالضبط. الذي أنا ممنوع فيه طبعا، وافتح لي منبر في قنوات خاصة بعد ما كنت تتم استضافتي فيها بسهولة بصفة عادية، رغم أنني في حياتي لم أسب ولم أشتم، وليس من إخلاقي ولا من صفاتي، ولا أسمح لنفسي ولا لأي أحد أن يسب لا الرئيس ولا الرموز ولا الجزائر ولا الشعب الجزائري ولا أي واحد. ولكن هذا فضاء لا يوجد في الجزائر. أعطيني النخبة التي تمر هنا في قنوات المغاربية إن كان لها الحظ في المرور في قنوات خاصة. القنوات الخاصة صارت أيضا مهيمن عليها من طرف الجماعة، وأنا أستعمل مصطلح الجماعة، أتصور بأنه مفهوم عند الجماعة التي عندنا وعند الجزائريين كلهم. محاربة المغاربية أو مواجهة المغاربية، لأنني لا أريد أن أستعمل كلمة العنف والحرب، مواجهة المغاربية لن تتم بأي طرق، لا سياسية ولا ثقافية ولا تكنولوجيات الاتصال ولا بالترغيب ولا بالترهيب ولا بالتهديد ولا بمنع من يريدون التدخل في المغاربية، وإنما تتم أصلا باسم ما تستعمله المغاربية أنا أعرف عنها بأنها مكتبين في طابق أرضي، ليس لهم إمكانيات كبيرة جدا، استوديو صغير أنت اللي موجود فيه يشتغلوا فيه كل الجماعة، هي عبارة عن بيت صغير من 2 غرف أو من 3،
الفارق الذي تصنعه هو أن ولا مرة طلب مني أن أقول كلاما أنا غير مقتنع به. الفارق تصنعه هو أنها في كل مرة تمنح الكلام لكل المواطنين الجزائريين من خلال التليفون، من خلال عملية التفاعل والتواصل المباشر، وتسمح للجميع. الفرق صنعته في أنها تستضيف النخبة الجزائرية، تستضيف الجزائريين داخل وخارج الوطن من الذين يريدون أن يعبروا عن آرائهم بكل الأدب وبكل الاحترام. الأدب والاحترام للجزائر، للمؤسسات، للأشخاص وللمشاهد الكريم، لأنه قبل الجماعة وقبل الأشخاص هناك مشاهد يجب أن نحترمه ونحترم ذكاءه ونعطي له الأفكار التي حتى ولو كانت مختلفة، الأفكار التي نؤمن بها ونقتنع بها. طيب أستاذ حفيظ، ونحن نتكلم عن الجزائر، تعرف الأيام في حدث كبير على المستوى الأفريقي، الشباب هنا يلحون على أن أسألك فيما يخص مباراة الخميس مع الجار تونس. الجار يبقى جار، ولكن الكرة تبقى كرة. منتخبنا كان مخيبا البارحة في الشوط الأول، في الشوط الثاني كان رائعا. أتصور بأن مباراة أمام تونس طبعا هي مباراة بين جارين، مباراة ديربي وتقليدي، راح تكون صعبة أكيد، ولكن الأكيد أن منتخبنا سيكون أفضل. وبعدين الربح والخسارة هذا أمر آخر. أنا متأكد بأن أدائهم سيكون أفضل، ستكون فيه بعض التحويرات وبعض التخييرات نتمنى أن تكون مفيدة. تونس امام كما نقولوا بالعاميه في فم المدفع، لانه خسرت في المباراه الاولى، والخساره امام الجزائر تعني الخروج. هذا اللي يزيد يصعب من هذه المباراه. نتمنى الخير لمنتخبنا الجزائري ونتمنى الخير للجزائر كذلك، ولكن عندما اقول الجزائر انا لا اتحدث عن سلطه او لا اتحدث عنك او عني او جهه معينه. الجزائر اكبر منا جميعا، وقناه المغاربيه هي قناه، هي عباره عن غرفتين او ثلاثه من لندن، واعرف القوانين في لندن لان السلطات البريطانية لا تسمح ببث قنوات تسب أو تشتم أو تعتبر منبرا لممارسات إرهابية أو ممارسات، يعني القوانين واضحة في بريطانيا أكثر من أي بلد آخر يدعي بأنه يحترم القانون.